السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، وهنعمل مع بعض ان شاء الله بسكوت البسكريم. سهل جدا جدا، عايز اقولك ان هو ما فيهوش اي حاجة خالص، وتقريبا مش مكلف، وبجد يا جماعة ريحته قلبت الدنيا. شايفين تسويته حلوة ازاي؟ البسكوتة كده ماسكة نفسها، وحجمها حلو جدا، واخدة لون من تحت يجنن. بجد يا جماعة ريحته هتقلب الدنيا. اعملوه لولادكم في البيت، اوفر وانضف من بره ب100 مرة. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو. بس ما تنسيش لايك وشير للفيديو لو عجبك. ولو اول مره بتشوفيني، انا اسمي سعاد. هنا بقى هنجيب البوله اللي هنعجن فيها. معايا كوبايه الا ربع من السمنه الساقعه من التلاجة، يعني عيرت الكوبايه كوبايه الا ربع كده من السمنه، ودخلتها التلاجة لغايه ما جهزت بقيه المكونات. طبعا هننزل كل حاجه في الكوبايه، لان ده مقدار يا جماعه ما ينفعش نسيب منه اي حاجه خالص. تمام. هنحط عليهم دلوقتي نص كوباية زايد معلقة كبيرة من السكر البودرة، بما يعادل 125 جرام. ومهم جدا ان السكر يكون بودر، عشان يعني ما يغلبكيش لغاية ما يمتزج مع السمنة، يعني مهم ان يكون بودر. هنبتدي بقى ان احنا نمزجهم مع بعض كده كويس. بصراحة الاسباتيولا كانت طرية قوي معايا، فما نفعتنيش، فهغيرها وامسك حاجة كده خشب اقلب بيها. سهلت عليا الدنيا خالص. انا بقى عايزة قوام السكر والسمنة يكون كريمي بالشكل ده. تمام كده، لونه بيفتحي جدا وبيبقى قوامه كريمي. شايفين؟ بنفس الطريقة كده يا جماعة. دلوقتي بقى هضيف عليهم تلت كوباية من الزيت، بما يعادل 70 جرام. ويفضل يكون زيت ملوش ريحة او طعم، يعني زيت ذرة يكون افضل، عشان ما يعملش طعم في العجينة او في البسكوت مش كويس. همزجهم كويس كده مع بعض لحد ما الزيت يختفي. دلوقتي هرجع للسباتيولا تاني، هي اللي هتمزج لي بصراحة كويس، عشان عريضة شوية عن الشوكة الخشب اللي كنت بقلب بيها. واول ما الاقي كده الزيت امتزج والخليط بقى كريمي اكتر واكتر، هنزل ببيضة متوسطة الحجم، مش كبيرة ومش صغيرة. تمام. وعليهم ظرفين من الفانيليا. وهرجع امزج تاني واخفقهم كده مع بعض لغاية ما الاقي البيضة اختفت تماما من الخليط بتاعي. عايزه اقول لكم ان هو سهل جدا جدا والله، ما بياخدش يعني مجهود كبير، غير بس في التقطيع، ولو معاكي حد بيساعدك هتقطع بسرعه جدا. تمام كده يا جماعه، كده القوام بقى كريمي جدا. هنا معايا كوبايتين من الدقيق منخولين يا جماعه، كوبايتين من الدقيق منخولين. طبعا الكوبايه المعياريه اللي عايرت بيها السكر هي اللي عايرت بيها السمنه والزيت وكمان الدقيق. هنا معايا معلقه كبيره هرميه من النشا، بما يعادل 20 جرام من النشا. معايا معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، وياريت ما تزوديش. وذره صغيره كده من الملح. طبعا مقدار الدقيق انا محضره كنت كوبايتين ونص، هستخدم دلوقتي كوبايتين ونص كوبايه، هخليها جنبي، هزود منها بالتدريج. بس في الاول حطيت الكوبايتين، وفعلا يا جماعه ما استخدمتش النص الباقي كله، استخدمت حوالي ربع كوبايه مش النص. انا بقى في البسكوتات يا جماعه مش بعجن زي المعجنات اللي هي المخبوزات الطريه، لا، يا دوب بنقلب كده بايدينا لغايه ما الدقيق بيختفي معايا. مش بنعجن عجن تقيل زي عجن المخبوزات، لا خالص. يا دوب بس بتقلبي كده بايدك لغايه ما الدقيق معاكي بيختفي. شايفين؟ العجينه طريه شويه، فهزود كده من النص كوبايه، حوالي معلقه كده من الدقيق. خلوا بالكم نزود الدقيق دلوقتي شويه صغيرين بشويه صغيرين، عشان العجينه دي ممكن معلقه صغيره من الدقيق يظبطوها في ثانيه. فهنحط شويه دقيق صغيرين جدا، ونبتدي ان احنا نقلب بايدينا، ولو لقيناها محتاجه هنزود تاني. طبعا انا هنا شويه الدقيق دول لمولي العجينه، فهوزع كده العجينه في البوله. انا هعمل نص الكميه بالشوكولاته، ونص التاني بالفانيليا. فهقسم العجينه دي على نصين. مهم يا جماعه انك تقسميه على نصين متساويين، عشان كور الفانيليا تبقى قد كور الشوكولاته، ويديكي عدد البسكوتات كده. ما يبقاش تلاقي مثلا الفانيليا خلصت ومعاكي شوكولاته، او الشوكولاته خلصت ومعاكي فانيليا. فمش هيبقى ظريف، فيفضل نقسمهم بالنص بالظبط، بالتساوي يعني. تمام كده.
هنا بقى الجزء بتاع الشوكولاته هخليه جنبي دلوقتي، وهبتدي اشتغل في الجزء بتاع الفانيليا. هي لسه العجينه محتاجه دقيق شويه، فهحط لها شويه صغيرين من الدقيق. انا ليه ما زودتش على العجينه كلها؟ لان لسه في جزء هنعمله بالكاكاو، فهنحط له الكاكاو والكاكاو باودر، فهو هيظبط لي العجينه. لو احتاجت دي هنزود دقيق، ما احتاجتش يبقى الكاكاو هو اللي هيظبطها لي. هنا بقى بصوا انا حطيت شويه من الدقيق ظبطوها لي جدا. هنعمل بقى اختبار للعجينه. هنمسك كده قطعه صغيره نكورها جامد في ايدينا لغايه ما نخرج منها الهواء. لازم مهم تكوريها كده شويه كتير. بصوا عملت كده بصباعي فيها، عملت شق بصباعي زي بصمه، ما شققتش ولا اي حاجه، فكده العجينه تبقى مظبوطه معاكي. لو شققت يبقى انت كده زودتي دقيق، ممكن تزودي معلقه من اللبن. تمام كده. وكده العجينه اللي بالفانيليا كانت جاهزه معايا. هنبتدي بقى نعمل في العجينه اللي بالكاكاو. هحط معلقه كبيره هرميه من الكاكاو الخام بما يعادل 15 جرام. وهبتدي ان انا اقلب برضو كده بايدي، مش هعجن جامد، لغايه ما احس ان الكاكاو كله دخل في العجينه ومفيش فيها حتت او اجزاء بيضه، يعني الاقيها كلها بقت لونها كاكاو خالص. كده تمام بقى. بصوا انا هو يعني ما عجنتش جامد، ابتديت بس ان انا اقلب كده بيها بايدي لغايه ما خلاص كلها بقت كاكاو خالص، ما بقاش فيها حتت بيضه. هعمل لها برضو اختبار، هاخد كده جزء صغير وهكوره بايدي، ومهم جدا انك تكوري كده شويه عشان كل الهواء اللي فيها يخرج. وهتبصمي كده عليها بصباعك. لو اتشققت يبقى انت زودتي دقيق او زودتي مواد جافه، هتحطي معلقه واحده بس من اللبن. لو ما شققتش يبقى كده العجينه تمام جدا وممتازه. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هغطي الجزء اللي بالكاكاو ده ببلاستيك ستريتش او بكيس بلاستيك، وهدخله التلاجة. تمام كده على بال ما اشتغل في الجزء بتاع الفانيليا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الميزان بتاعي وهقطع بقى على اجزاء صغيره، كرات صغيره كده. حجم الكوره هيكون حوالي 4 جرام. لو ما عندكيش ميزان هتقطعي بحجم يا جماعه، يعني كرة صغيره جدا قد البليه الصغننه خالص. تمام. بصوا كده انا ظبطها على 4 جرام، وما شاء الله الكميه طلعت مظبوطه جدا، وحجم البسكوت طلع حلو قوي. ف4 جرام او الحجم اللي انا عاملاه ده الصغير قوي ده مناسب جدا جدا. فما تكبريش عن كده عشان ما تلاقيش البسكوته بقت تخينه قوي معاكي. طبعا هعمل كل العجينه بالشكل ده، هاخدها كده على قطع صغيره، وزن القطعه 4 جرام، وهبتدي ان انا اكورها بايدي لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. وزي ما قلت لك لو ما عندكيش الميزان تقدري، بصي قطع صغيره جدا بجد قد البلي يا جماعه اللي كنا بنلعب بيها زمان دي واحنا صغيرين، اكيد كلنا عارفينها او معظمنا على الاقل يعني. بتكوريها كده قد البليه بالظبط. وزي ما قلت لك هنعمل كل الكميه دي بنفس الشكل. تمام كده. انا هنا خلصت كل كميه الفانيليا. هسيبها بقى زي ما هي كده. الطبق كده كده الجو برد، فهخليها مش هدخلها التلاجة ولا حاجه، وما تغطيهاش عشان لو غطيتيها هتنزل من الماده الدهنيه بتاعتها، وانا مش عايزه ده خالص، فخليها زي ما هي كده مكشوفه. دلوقتي بقى هجيب الجزء اللي كان بكاكاو اللي انا كنت حاطاه في التلاجة. تمام. هعمله برضو بنفس الطريقة اللي عملت بيها الفانيليا. كل كورة صغيرة حجمها 4 جرام او وزنها 4 جرام، كورتها كده بنفس الشكل ده زي الابيض بالظبط او زي اللي بالفانيليا بالظبط. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اشكل عشان نعمل كده الشكل الحلزوني الجميل بتاع بسكوت البسكريم. هبتدي بقى ان ناخد 3 كرات من الفانيليا و3 كرات من الشوكولاته، بس هحطهم مع يعني مش جنب بعض. كل كوره بالفانيليا جنبها كوره بالشوكولاته. تمام كده. يعني البسكوتايه فيها 6 كرات، 3 فانيليا و3 شوكولاته. الحجم ده بالنسبه لي كان حلو جدا جدا. تمام. لغايه دلوقتي يا جماعه والله سهل جدا جدا، ما تقلقوش هتشكل معاكم ان شاء الله ويطلع حلو جدا. هحطهم بقى كده جنب بعض، وهبتدي بايدي يعني الزقهم شويه كده في بعض من غير ما اضغط جامد عشان شكلهم ما يروحش. تمام كده. انا عايزه امسكهم في بعض وبعدين ارفعهم كده بايدي، احطهم على كف ايدي وابتدي ان انا الف كده لفتين 3، وبالراحه ما تضغطيش جامد قوي على البسكوته. شايفين ما شاء الله حلوه جدا. ونديها ضغطه خفيفه جدا، ما نبططهاش جامد عشان لسه هتدخل الفرن وهتفرش شويه وهتاخد وضعها، فمش عايزينها تبقى مفروشه قوي او البسكوتيه حجمها كبير قوي. فضغطه صغيره جدا هتوفي بالغرض.
بصوا بقى انا اهو جبت الصينيه بتاعتي. هبتدي بقى اعمل تاني كده بسكوته تانية. الصينيه يا جماعه مش مدهونه اي حاجه خالص، لو حابه تفرشي عليها ورق زبده تمام، ما مش حابه مفيش مشكله، البسكوت ملزقش فيها وطلعوا زي الفل. هعمل برضو هنا 6 كرات، 3 من الفانيليا و3 من الشوكولاته او من الكاكاو، وهبتدي احطهم جنب بعض كده بالتبادل، واحده فانيليا وجنبها شوكولاته وهكذا. وهبتدي ان انا يعني الزقهم في بعض كده بالراحه خالص عشان اعرف بس ارفعهم على كف ايدي، وهلف كده لفتين 3 وما نضغطش جامد على البسكوته. شايفين ضغطه خفيفه جدا بعد كده عشان بس تاخد شكل الدايره شويه. دلوقتي هعمل معاكم واحده كمان، وبعدين بقى هعمل اول صينيه لوحدي وارجع لكم تاني عشان بس وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وزي ما قلت لكم حابه تكتري في عدد الكرات تمام، بس انا بالنسبه لي 6 كرات في البسكوته كانت مخليه حجمها مظبوط جدا. اتمنى منكم يا جماعه لو وصلتوا للمرحله دي معايا من الفيديو لسه ما حطيتوش اللايك يا ريت تحطوه. متشكره جدا جدا لكل متابعيني وحبايبي اللي بيتابعوني، متشكره قوي قوي بجد على كومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني. ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني. بصوا بقى عايزه اقولك ان اللفه طول ما انت بتلفيها كده بالراحه، مش بتضغطي جامد على البسكوته، هتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه جدا. وما تدوسيش عليها جامد برضو، هي ضغطه بس بسيطه كده عشان تاخد الشكل الدائري بتاعها، لكن لو ضغطتي عليها جامد وبططيها قوي هتفرش معاكي في الفرن وهتطلع البسكوته كده رفيعه او رقيقه وحجمها يبقى كبير، فاحنا عايزين زي الشكل بتاع بره بالظبط. هعمل برضو بنفس الشكل، هعمل معاكم بس كده وبعد كده هكمل الكميه بس ايه اول صينيه، وهقول لكم هنعمل ايه فيها على بال ما نكمل نعمل الصينيه التانية. شايفين يا جماعه بس يا دوبك كده بلزقهم في بعض عشان اعرف ارفعهم، بعد كده لفه كده صغيره بايدي، وما شاء الله ما شاء الله الشكل بيطلع مظبوط معايا على طول. هنا اول صينيه خلصتها، هحطها بقى في التلاجة لغايه ما اعمل بقيه الكميه. انا فاضل معايا دلوقتي نص الكميه بالفانيليا ونصها بالشوكولاته او بالكاكاو. انا كده خلصتهم، عملت بقى الكميه كلها، عملوا لي الصينيتين دول ما شاء الله شكلهم حلو جدا يا جماعه، بصوا مظبوطين ازاي ما شاء الله. دلوقتي بقى الفرن شغال على درجه حراره 200، لازم الفرن يكون سخن. هندخله الفرن على الرف التاني من تحت، هيقعد حوالي 25 دقيقة. بعد 15 دقيقة كده هتبصي عليه، لان لو الفرن بتاعك سخن قوي وخد لون من تحت هتوطي النار عليه شوية، هتخليه على 180. لو لسه ما خدش لون من تحت هتسيبيه، هياخد وقته وهيطلع يبقى زي الفل. هندخله بقى الفرن دلوقتي، واول ما يطلع وهو سخن هقول لكم هنعمل ايه. انا دلوقتي هو لسه طالع من الفرن، شايفين يا جماعه ما شاء الله البسكوتيه ما زادتش كتير في الفرن لاني مضغطتش عليها جامد، بس لازم وهو سخن نحرك كل بسكوته كده من مكانها، عشان لو سبتها تبرد هتلزق في مكانها وهيبقى صعب جدا ان احنا نطلعه. وعايزه اقولك على معلومه تانية، وهو في الفرن لما تيجي تبص عليه عشان تشوفي اللون اللي من تحت، خلي بالك انه بيكون طري جدا فهيتكسر معاكي. انا في واحده بصراحه اتكسرت مني، فقلت لازم اقول لكم على المعلومه دي، خلي بالك وانتي بتشوفيه كده شوفي بحذر. وده شكله يا جماعه بعد ما برد كده وقدمته، شكله حلو جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات. شايفين اللون حلو جدا من تحت وحلو جدا كمان من فوق، وشكله بجد لذيذ جدا، ولادكم هيحبوه. وحلو قوي جنب كوبايه شاي، جنب كوبايه نسكافيه او كابتشينو، بجد حاجه كده عظمه جامده من الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.